في فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة صغيرة بالكروشيه على شكل قوقعة. هنتعلم فيها غرزة جديدة ومميزة، هي غرزة عظم الرنجة. ممكن تنفذيها بأي حجم، سواء بوك صغير أو شنطة أطفال أو حتى شنطة كبار. قبل ما نبدأ ونتعرف على الخامات اللي أنا استخدمتها، ياريت لو انتي أول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي في القناة وتدوسي على اللايك وتفعلي الجرس علشان كل فيديو جديد بنزله يجيلك إشعار بيه. وكمان ياريت تقولي رأيك في الكومنتات ومن أي بلد بتشوفي الفيديو بتاعي. أنا استخدمت خيط مكرمية قطن بيور، واستخدمت معاه إبرة مقاس 3.5، والشنطة أخدت مني 110 جرام من الشنطة، الطول بتاع 15. نبدأ ونسمي بسم الله. هعمل دايرة سحرية وادخل بالإبرة جوه الدايرة، أسحب خيط واطلع بارتفاع سلسلة وانزل جوه الدايرة أشتغل غرزة حشو. بدخل بالإبرة، أسحب خيط معايا طرفين من الخيط، ألف آخد خيط واطلع من الاتنين. عملتها مرة ودي التانية، معايا طرفين بلف أطلع من الاتنين. 3 حشو، 4، 5، 6، 7 غرز حشو. يبقى أنا بشتغل أول سطر 7 غرز حشو. هاجي على أول غرزة حشو عندي هنا، هقفل الدايرة بتاعتي كويس. أول غرزة حشو هاجي في السلسلة بتاعتها وادخل الإبرة، اخد غرزة منزلقة، هسحب خيط من الغرزة والغرزة اللي معايا على الإبرة. كده أنا خلصت أول سطر. هطلع ارتفاع سلسلة في نفس المكان اللي قفلت فيه، هنزل تاني واخد تزايد. يعني ايه؟ يعني 1 حشو ومعاها 1 حشو تانية. الغرزة اللي جاية هشتغل 2 حشو برضو في نفس المكان. اللي وراها هشتغل 1 حشو وانزل تاني اخد الغرزة التانية في نفس المكان. كده انا عملت 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، واخر غرزة هحط فيها 13، 14. كده انا خلصت السطر التاني على 14 غرزة حشو. حطيت في كل غرزة 2 2 2. هقفل السطر في راس اول غرزة حشو بمنزلقة. كده انا خلصت السطر التاني. هطلع ارتفاع سلسلة نفس المكان اللي انا قفلت فيه، اخد 1 حشو. الغرزة اللي وراها هاخد فيها تزايد، هحط 2 مع بعض. الغرزة اللي جاية 1 حشو، اللي وراها هحط فيها 2 مع بعض. بعد كده 1 حشو واللي وراها 2 مع بعض، 1 حشو واللي وراها 2 مع بعض اللي هو تزايد. هشتغل لنهاية السطر مرة هعمل 1 حشو، والغرزة اللي وراها هحط فيها 2 حشو، 1 حشو واللي وراها 2 حشو. هكمل لنهاية السطر، وده السطر التالت. آخر غرزة هتنتهي معايا بالتزايد. هاجي على أول غرزة أنا عملتها، أدخل الإبرة وأسحب غرزة منزلقة عشان أقفل السطر التالت. هطلع ارتفاع السطر الرابع سلسلة، وفي نفس المكان هنزل آخد 1 حشو، والغرزة اللي وراها 1 حشو تاني. الغرزة اللي جاية هشتغل فيها تزايد 2 في نفس المكان. بعد كده هشتغل 1 حشو واللي وراها 1 حشو، اللي بعديها هحط فيها 2 مع بعض، 1 حشو واللي وراها 1 حشو، والغرزة اللي وراهم بحط فيها 2 حشو. أنا هفضل مكملة لنهاية السطر 1 حشو 1 حشو تزايد، 2 ورا بعض حشو وتزايد لغاية النهاية.
هنا خلاص أنا خلصت السطر الرابع. هبدأ السطر الخامس، هطلع ارتفاع السلسلة وفي نفس المكان هاخد واحد حشو، والغرزة اللي بعديها واحد حشو تاني، واللي وراها واحد حشو تالت مرة. الجاية هحط فيها تزايد 2 مع بعض في نفس المكان. السطر ده لغاية نهايته هعمل 3 حشو ورا بعض تزايد لغاية ما اخلص السطر بتاعي. هنا هشتغل التزايد، بعد كده 1 2 3 حشو ورا بعض، وبعد كده تزايد لغاية النهاية. هنا هقفل السطر الخامس برضو في راس أول غرزة حشو بمنزلقة. السطر ده اللي هو كان فيه 3 حشو تزايد، وده السطر الخامس. 3 4 5. بعد كده هطلع ارتفاع سلسلة في نفس المكان، هاخد حشو، واللي بعديها حشو، واحد حشو، واللي وراها واحد حشو، واللي بعديها واحد حشو، واللي بعديها واحد حشو تاني، 4 حشو ورا بعض. الغرزة دي هشتغل فيها تزايد. السطر ده كله هيبقى 4 حشو ورا بعض، 1 2 3 4، والغرزة اللي بعد كده بتبقى تزايد، يعني بشتغل 2 حشو في نفس المكان. هشتغل لغاية ما اخلص السطر لآخره. لو انت حابة ان انت تنفذيه لمقاس بوك صغير، فانت هتستكفي بالمقاس اللي انا عاملاه ده او السطر كمان اللي قبليه عشان يبقى بوك صغير، وهتكملي معايا الشغل اللي انا عملته بعد الدايرة. كده انا خلصت السطر. هقفل في راس اول غرزة حشو بمنزلقة، هطلع السطر الجديد، هطلع ارتفاع سلسلة، ده السطر النهائي، السطر الاخير اللي انا هعمله في الدايرة دي. هشتغل واحد حشو، واللي وراها واحد حشو، واللي بعديها 2 حشو، 3 4، والغرزة دي هتبقى الخامسة. يبقى أنا كده اشتغلت 5 غرز حشو ورا بعض. بعد كده الغرزة الجاية هتبقى تزايد، 1 2 3 4 5. الغرزة الجاية هتبقى تزايد. هفضل ماشية كده لنهاية السطر، 5 غرز حشو ورا بعض، وبعد كده تزايد. جيت لنهاية السطر، آخر غرزة هتبقى معايا فيها تزايد، هقفل في راس أول غرزة حشو بغرزة منزلقة. مطلوب من القطعة دي قطعتين، واحدة متقفلة والتانية موجود موصول فيها الخيط بتاعي، لأن أنا هبدأ أشبكهم الاتنين مع بعض. من نفس المكان اللي أنا واقفة فيه هطلع ارتفاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 سلاسل، واجيب الدايرة التانية وفي أي مكان هدخل الإبرة من الظهر واسحب غرزة منزلقة عشان اخد الاتنين مع بعض. وبعد المنزلقة هطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي. هنا عندي في السلاسل الضلع التالت اللي من ورا هو اللي هشتغل فيه. هشتغل أول غرزة في السلاسل التسعة، هدخل الإبرة في الضلع التالت اللي من ورا واسحب اخد غرزة منزلقة كده، واحد منزلقة، التانية منزلقة، والتالتة هاخدها حشو، مرة حشو، واللي وراها كمان حشو، واللي بعديها حشو، كده 3 4 حشو، والغرزة الخامسة. اتفضل عندي غرزتين من السلاسل، هحط في الاتنين دولت غرز منزلقة، 1 2. اجي على الدايرة الغرزة اللي جاية على طول اللي عليها الدور اهي،
بدخل الإبرة واخد غرزة منزلقة تاني واطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي. بسيب غرزة السلسلة اللي انا عملتها وغرزة المنزلقة اللي وراها، ابتداء من الغرزة المنزلقة اللي قبليها باخد فوقيها منزلقة بس في الضلع الخلفي اللي من ورا فقط. هشتغل برضو 2 منزلقة و5 غرز حشو ورا بعض. هنا 1 حشو واللي وراها كمان حشو، كده 2 حشو، 3 حشو برضو في الضلع الخلفي. الغرزة الجاية 4 حشو، 5 حشو، وبعد كده اتفضل عندي غرزتين هشتغل عليهم 2 منزلقة. 1 منزلقة والغرزة اللي وراه اللي هي أول واحدة من على السطر خالص هاخد فيها غرزة منزلقة. بعد كده هيجي الغرزة اللي جاية اللي عليها الدور في الدايرة هاخد فيها غرزة منزلقة واطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي. هسيب غرزة السلسلة وغرزة المنزلقة. هبدأ برضو اشتغل على ال9 غرز. هشتغل 2 منزلقة و5 غرز حشو ورا بعض، 4، 5. بعد كده في الآخر 2 منزلقة اللي هما اللي فاضلين، واجي على الدايرة اخد غرزة حشو في الغرزة اللي عليها الدور، منزلقة، غرزة منزلقة، واطلع ارتفاع سلسلة، اطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي واسيب السلسلة والمنزلقة اللي تحتيها واخد على ال9 غرز ال2 منزلقة فوقيهم 2 منزلقة، كل الشغل بتاعي في الغرزة الخلفية. بعد كده 5 غرز حشو في الغرزة الخلفية، 3، 4، 5. اتفضل عندي 2 منزلقة في الآخر هحط فوقيهم 2 منزلقة واجي على الدايرة اخد غرزة منزلقة في الغرزة اللي عليها الدور، بعد كده ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي. اسيب برضو الغرزتين وابدأ من اول ال9 غرز، 2 منزلقة، 5 حشو، 2 منزلقة، اخلصهم واروح على الدايرة اخد عليها غرزة منزلقة واطلع ارتفاع السلسلة، وهكذا لغاية ما الف واقفل القاعدة بتاعة الشنطة بتاعتي واشبك الدايرتين مع بعض بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وده الشكل النهائي بعد ما اقفل لغاية عدد سطور معين هقولك عليها بعد ما اشتغل. هنا بقى خلاص انا خلصت الجنب بتاعي والتقفيل بتاع الوشين بالغرزة اللي احنا اشتغلناه مع بعض وعملت 70 سطر. خلص معايا على 70 سطر. هنا هبدأ بقى اساوي الوش بتاع البوك. بعد الغرز اللي انا عملتها هرجع اشتغل على غرز الحشو، كل غرزة حشو وفوقيها غرزة زيها بالظبط. ده الوش بتاع البوك اهو، كل غرزة فوقيها غرزتها. لغاية ما اجي على الجنب التاني انا بساوي الحروف بتاعتي. هنا انا معايا 9 غرز، هشتغل على ال9 غرز دول غرز منزلقة، كل غرزة فوقيها غرزة منزلقة. هرجع اشتغل على الظهر، كل غرزة حشو فوقيها غرزة حشو زيها علشان اساوي الغرز بتاعتي.
كده بقى انا خلاص خلصت الجوانب والوش والظهر، وسويت الغرز بتاعتي. هقطع الخيط وابدأ اشتغل في السلسال. هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هسيب اول سلسلة، هدخل ابتداء من التانية، بدخل الابرة وبسحب، اخد غرزة حشو، اسحب خيط معايا طرفين، الف اطلع من الاتنين. كده انا عملت 1 حشو. غرزة الحشو فيها الضلع اللي من قدام اللي من بره، بدخل فيه الابرة وادخل على غرزة السلسلة اللي عليها الدور، واسحب اطلع خيط معايا 3 اطراف على الابرة، 1 2 3، الف اطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. كده احنا هنبدأ نتعلم الغرزة الجديدة اللي هي غرزة عظم الرنجة. هنا اتكون معايا الضلع الاخير، بدخل الابرة وبدخل الابرة في السلسلة اللي عليها الدور، اسحب اطلع خيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من ال3، ادخل في الغرزة واسحب اطلع الخيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من ال3. هكمل كده في نفس الغرزة اللي احنا اتعلمناها دي لغاية ما اجي لنهاية السلسلة. اخر ضلع في الغرزة اللي اتكونت معايا ده اللي باخده معايا على الابرة. اهم حاجة تبقي عارفة بتدخلي الابرة فين. اسحب اطلع من ال3 غرز. هنا انا جيت لغاية اخر سلسلة. اخر سلسلة انا بعمل فيها الغرزة بتاعتي وباخد فيها الحشو اللي انا باخدها. بعد كده باخد الضلع الاخير تاني وانزل تاني في نفس غرزة السلسلة، اسحب معايا 3 اطراف اطلع منهم، دي تاني مرة. اخد الضلع الاخير وانزل تاني في نفس الغرزة، دي تالت مرة بكرر فيها الغرزة. وهكرر الغرزة لرابع مرة، بسحب الطرف الاخير اللي اتكون معايا من الحشو وانزل اخد غرزة الحشو الجديدة واطلع من ال3 مرة واحدة. هنا انا عندي ضلع خلفي او ضلع اتساب في السلسلة اللي من تحت، هبدأ اشتغل عليه واتعامل فيه. كل ضلع من السلسلة اللي متبقية معايا هحط فيها غرزة، دي مرة. بعد كده هاخد الطرف من الغرزة وادخل في السلسلة اللي عليها الدور، اسحب خيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من ال3. هاخد برضو الضلع الاخير اللي اتكون معايا وادخل جوه السلسلة، اسحب خيط اطلعه معايا 3 اطراف على الابرة، الف اطلع منهم. انا هشتغل لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. هاخد الضلع اللي اتكون معايا الاخير من الغرزة وادخل على غرزة السلسلة، اسحب خيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. هفضل شغالة كده لغاية ما اجي لغاية اخر غرزة في السطر بتاعي، اخر غرزة سلسلة، واوقف الشغل واشوف الخطوة الجديدة.
هنا أنا خلاص خلصت لنهاية السطر. هطلع ارتفاع سلسلة وأقلب الشغل بتاعي. الطرف بتاع الخيط الطويل ده هخلي الإبرة تيجي من وراه، تدخل على أول غرزة حشو عندي هتقابلني في السطر. هاخد الضلعين بتوع الحشو واسحب أطلع من الضلعين معايا كده طرفين على الإبرة، ألف أطلع من الاتنين. تاني أخلي الخيط اللي أنا بشتغل فيه من قدام، واخد الضلع اللي اتكون معايا الأخير من الغرزة بتاعة الحشو اللي أنا لسه عاملاها، وادخل في الحشو اللي عليه الدور من قدام لورا، أسحب خيط على قدام معايا 3 أطراف على الإبرة، ألف أطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. هياخد الضلع الأخير اللي اتكون معايا أدخل فيه الإبرة، واجي على غرزة الحشو اللي جاية اللي عليها الدور، أنزل في غرزة الحشو، أسحب الخيط بتاعي على قدام معايا 3 أطراف على الإبرة، ألف أطلع من ال3. هسحب غرزة الحشو اللي اتكونت معايا واخلي الخيط من ورا، أسحبه على قدام، وبعد كده أطلع من ال3 غرز اللي هيبقوا معايا على الإبرة. دي شكل الغرزة اللي هتتكون معاكي، هتبقى مايلة. لازم بتاخدي الضلع الأخير اللي اتكون معاكي من الغرزة، بعد كده بتدخلي في الحشو تسحبي خيط معاكي 3 أطراف، تلفي تطلعي من ال3. هفضل شغالة بنفس الطريقة لغاية ما اجي عند ال4 غرز بتوع التزايد اللي كانوا تحت، اللي أنا عملتهم كلهم في غرزة واحدة. دولت تعلميهم، عندك 4 غرز، دولت اللي هيبقى فيهم التزايد كل سطر. أنا هفضل شغالة لغاية ما اجي عند أول غرزة من ال4 غرز اللي أنا عملتهم. هنا أنا جيت عند ال4 غرز، أول غرزة فيهم هتبقى فيها تزايد، يعني هدخل فيها مرتين، أشتغل فيها مرتين. هنا برضو في نفس المكان هدخل تاني وأطلع خيط، أتدخل في الطرف، أدخل في الغرزة من قدام على ورا، أسحب الخيط على قدام وأطلع من ال3. كده أنا عملتها مرتين. أدخل على الغرزة اللي وراها أو هشتغلها مرة، أول مرة هنزل فيها تاني، أشتغل المرة التانية في نفس المكان، أسحب الخيط على قدام وأطلع من ال3 غرز. الغرزة اللي جاية نفس الكلام، هشتغل فيها مرتين، هاخد الضلع الأخير اللي اتكون معايا وأسحب أطلع مرة وأدخل فيها تاني أطلع المرة التانية. كده أنا عملت 6. أجي على الغرزة الرابعة اللي هي الأخيرة في التزايد اللي من تحت واشتغل فيها برضو مرتين. هنا التزايد هيبقى 8 مرات. الأحسن ليكي إن انت تعلمي ال8 أولهم وآخرهم، زي ما انت علمتي ال4 تحت، أول واحدة في ال4 وآخر واحدة في ال4 هتعلمي أول واحدة في ال8 وآخر واحدة من ال8. هنا هكمل لنهاية السطر بالغرزة اللي احنا اتعلمناها. هاخد الضلع الأخير من الغرزة اللي اتكونت معايا وادخل في غرزة الحشو اللي جاية اللي عليها الدور،
أسحب الخيط منها أهي، دخلت في الحشو وطلعت الخيط على قدام، معايا 3 أطراف للخيط، بلف أطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. أنا كده عملت ال8 غرز بتوع التزايد. هشتغل بعد كده بقى كل غرزة من اللي تحت هحط فيها مرة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هنا خلاص انا خلصت السطر بتاعي، هطلع ارتفاع السلسلة واقلب الشغل. هاجي على اول غرزة حشو هحط فوقيها غرزة حشو زيها، وبعد كده اخد الضلع الاخير اللي من على الحرف وانزل في الغرزة اللي عليها الدور، اسحب خيط معايا 3 اطراف، الف اطلع من ال3. انا هكرر اول سطر انا عملته، الغرزة بتاعت اول سطر هتتكرر، بتاخدي الضلع الاخير اللي اتكون معاكي، تدخلي على الغرزة اللي عليها الدور، تسحبي خيط معاكي 3 اطراف، تلفي تطلعي من ال3. هفضل شغالة بالغرزة اللي احنا اتعلمناها اول سطر لغاية ما اجي عند ال8 غرز بتوع التزايد اللي قدام. كان في 8 غرز انا عملت فيهم تزايدات 2 2 2 2. اول غرزة فيهم اجي عندها اوقف علشان نشوف هبدأ اشتغل ازاي. هنا انا جيت لبداية ال8 غرز بتوع التزايد. اول غرزة فيهم اللي هي الجاية دي كده، دول ال8 غرز. من اول غرزة فيهم انا هبدأ اشتغل، هعمل هنا 1، هاخد الضلع الاخير وادخل في الغرزة اللي عليها الدور واشتغل الغرزة كده، بطلع من ال3. اول واحدة هحط فيها مرتين، اللي وراها هحط فيها مرة واحدة بس، اللي بعد كده هحط فيها مرتين في الغرزة، اخدت مرة وانزل تاني في نفس المكان اخد المرة التانية، ودي كده تاني مرة تزايد. بعد كده هعمل غرزة واللي وراها هحط مرتين 1، وبعد كده اسحب تاني الضلع الاخير وغرزة الحشو اللي جاية اللي عليها الدور ادخل فيها واسحب واخد الغرزة التانية في التزايد. كده انا عملت 3 مرات تزايدات. هشتغل الغرزة الجاية عادي مرة واحدة، اللي وراها اللي هي تعتبر اخر مرة في التزايد هحط فيها 2 مع بعض في نفس المكان. بعد كده بعد ما خلصت التزايدات اللي عندي هشتغل السطر بتاعي لغاية اخره، كل مرة هحط فيهم غرزة، اسحب الضلع الاخير والغرزة اللي عليها الدور ادخل الابرة واسحب معايا 3 اطراف، الف اطلع 3 مرة واحدة. هشتغل كده لنهاية السطر لغاية ما اجي عند النهاية، وده السطر التالت. السطر الرابع انا هرجع اشتغل السطر التاني، الغرزة اللي انا عملتها في السطر التاني. هو الشغل بتاعنا تبادل سطرين، اول سطر وتاني سطر، بعد كده بكرر اول سطر تاني ووراه تاني سطر. الاختلاف عندي هيبقى في التزايدات. اول مرة كنت حاطة في الغرزة اللي من على الحرف 4 غرز، السطر التاني اشتغلت في كل مرة 2 2 2 2، طلعوا معايا 8. السطر التالت اللي انا فيه اشتغلت مرة حشوة عادية وبعد كده التزايد في الغرزة اللي احنا اتعلمناها، مرة لوحدها ومرة 2، مرة لوحدها ومرة 2، مرة لوحدها ومرة 2. عملت المجموعة دي 4 مرات، 1 2 1 2 1 2 1 2. خلصت لنهاية السطر، هطلع ارتفاع السلسلة وارجع اعيد تاني زي ما قلنا السطر التاني. هطلع ارتفاع السلسلة واقلب الشغل بتاعي. في اول غرزة هتقابلني هخلي الخيط من قدامي وادخل في الغرزة من قدام على ورا، اسحب الخيط من ورا
على قدام معايا طرفين من الخيط، ألف أطلع من الاتنين. ده نفس الغرزة اللي أنا كنت بعملها. وبعد كده هاخد الضلع اللي اتكون معايا في الغرزة من على الحرف، واشتغل نفس اللي أنا اشتغلته في السطر التاني لغاية ما اوصل عند التزايدات اللي أنا محدداها، اللي هي 1 2 1 2 1 2 1 2. هفضل بقى شغالة بالغرزة بتاعتي لغاية ما اوصل للتزايدات. أنا هنا فضلت ماشية لغاية ما جيت عند أول التزايدات. هبدأ دلوقتي أعمل التزايدات للسطر الرابع. أول سطر كانوا 4 غرز، التاني حطيت 2 2 2، في الأربعة بقوا 8 مرات. السطر التالت اشتغلت تزايد واحد، تزايد واحد 4 مرات. المرة دي بقى أنا هشتغل تزايد، يعني في الغرزة الواحدة هحط 2، هسحب أعمل أول مرة، هنا هدخل في نفس الغرزة في الضلع الأخير، أدخل في نفس غرزة الحشو اللي أنا دخلت فيها، وأسحب خيط علشان أعمل التزايد اللي هي الغرزة التانية. الغرزة اللي أنا هعملها المرة دي اللي بعديها على طول هتبقى مرة واحدة بس كده، يبقى أنا عملت التزايد مرة وهنا اشتغلت مرة. الغرزة اللي وراها هشتغل فيها برضو واحدة بس. يبقى السطر الرابع في التزايد هشتغله ازاي؟ هشتغل 2 في غرزة واحدة، بعد كده مرة، وبعد كده مرة. هعمل المجموعة دي 4 مرات، تزايد 2 ورا بعض، تزايد 2 ورا بعض، تزايد 2 ورا بعض، تزايد 2 ورا بعض. وبعد ما اخلص التزايدات في السطر الرابع هكمل بقية السطر زي ما انا متعودة، كل غرزة فوقيها غرزتها. هنا خلاص أنا خلصت السطر الرابع في التزايدات، هبدأ أشتغل السطر الخامس. لكن لو انتي دلوقتي كنتي بتعملي مقاس أصغر مني وتيجي تقيسي القلاب بتاعك لقيتيه مناسب للقطر بتاع الدايرة بتاعت الشنطة أو البوك اللي انتي بتشتغليه، فانتي هتوقفي التزايدات حسب المقاس اللي انتي بتشتغليه. لو في اختلاف في المقاسات وانتي محتاجة ان انا اواصل معاكي الشغل، اكتبي لي تحت في الكومنتات وهسيب لك رقم الواتس بتاعي، تقدري تكلميني اي وقت ونظبط المقاسات مع بعض. هنا بقى انا خلصت التزايد السطر الرابع، هطلع على السطر الخامس، هطلع ارتفاع سلسلة وهكرر الغرزة الاولى، وهفضل ماشية لغاية ما اجي عند اول التزايدات اللي انا ببقى معلماهم كل سطر. هنا اول غرزة في التزايدات هشتغلها فيها مرة وانزل فيها مرة تانية، يبقى 2. بعد كده الغرزة اللي وراها مرة، واللي بعديها مرة، ودي كمان مرة، يبقى أنا اشتغلت التزايد مرتين. هشتغل دلوقتي برضو تزايد في الغرزة اللي جاية اللي عليها الدور مرة، وهي في نفس المكان المرة التانية، وبعديها 1، والمرة اللي جاية 1، والمرة اللي وراها 1. يبقى أنا التزايدات بتاعة السطر ده تزايد 3 غرز ورا بعض، تزايد 3 غرز ورا بعض. هعمل المجموعة دي 4 مرات، وبعد ما اخلصهم 4 مرات تزايد 3 تزايد 3 تزايد 3 تزايد 3، هكمل باقي السطر كل غرزة فوقيها غرزتها. خلاص أنا خلصت المقاس المناسب للقلاب بتاعي على حجم الشنطة الصغيرة اللي أنا بنفذها. بعد ما بخلص بطلع ارتفاع سلسلة، بساوي بقى الحرف بتاعي واشتغل في كل غرزة من اللي عندي فوقيها غرزة حشو، في كل غرزة فوقيها غرزة حشو. أنا هشوف الظهر بتاع القطعة الصغيرة اللي أنا سايباها كانوا كام غرزة في الحشو، وعلى أساسهم أنا عامل زيهم في القلاب اللي من قدام، بحيث لما يجي أعمل التشبيك يبقوا متساويين. هخلص غرز الحشو، هبدأ دلوقتي أنفذ حرف تزييني علشان أحلي البوك بتاعي بقى في الآخر. الغرزة دي جميلة جدا، معتمداها في أكتر أنا نفذته. هشتغل أول غرزة هتقابلني أول غرزة في السطر بتاعي اللي من تحت، هدخل الإبرة أسحب خيط وأعمل غرزة منزلقة، بعد كده سلسلة
وانزل في الغرزة اللي وراها على طول، اسحب خيط، اخد غرزة منزلقة، وبعد كده سلسلة منزلقة، بعد كده اطلع بسلسلة الغرزة اللي وراها اللي عليها الدور، ادخل الابرة واخد غرزة منزلقة. ده شكل الغرزة اللي هتتكون معايا. بعد كده سلسلة، همشي في كل غرزة من الغرز اللي عندي غرز منزلقة، ما بين المنزلقة والمنزلقة انا هعمل سلسلة لغاية النهاية. يبقى هشتغل منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة، هتديني الشكل اللي قدامكم ده. الحرف بتاعها تحفة قوي. هنا بقى خلاص انا خلصت المقاس المناسب للقلاب بتاعي وقفلته. هبدأ دلوقتي اشبك القلاب في الجسم بتاع الشنطة. هنا عدد الغرز انا قلت لازم اسويهم بعدد الغرز اللي انا سايباها في البوك. بدخل الابرة واخد غرزة منزلقة، من هنا اسحب اخد خيط للغرزة اللي معايا. همشي بقى كل غرزة مع اللي في وشها بغرزة منزلقة لغاية ما اقفل الغرز بتاعتي خالص. باخد الضلع الخلفي والضلع الخلفي من هناك، اخد الضلع الخلفي من القلاب مع الضلع الامامي اللي هو قدامي في البوك، بسيب الضلع اللي من ورا. هفضل شغاله لغايه الاخر، وبعد كده اقطع الخيط بتاعي وانضفه. الخطوه اللي بعد كده هركب الايد اللي معايا، والايد دي خطوه اختياريه، يعني لو عندك تركبيها، لو مش عندك انت ممكن تركبي اي سلسله، السلسله العاديه اللي هي المعدن. دلوقتي بقى جبت انا زودت في الجنش اللي معايا الصغير ده حته من السلسله علشان بس اطول الايد، هشبكها في الشغل بتاعي. وبكده نكون خلصنا الشرح بتاعنا. اتمنى بقى ان انتوا تدعموا الفيديو ده بلايك وتعليق تحت الفيديو، ما تنسوش علشان الفيديو بتاعي يتشاف. لاي استفسار اكتبي لي تحت في الكومنتات، وهسيب لك رقم الواتس تقدري تتواصلي معايا اي وقت عشان نظبط مع بعض المقاسات. ما تنسيش تدوسي على اللايك.